صباح الخير عليكم البنات. كما عودتكم وكما وعدتكم كل خطره ندير لكم نوع من انواع الحلويات تاع الاعراس. اليوم جبت لكم فيديو عباره عن نوع من انواع الكفته، ان شاء الله ينال اعجابكم، ان شاء الله تجربوه في اعراسكم. ونقول لكم اذا عجبكم الفيديو تاعي ماذا بكم ديروا لي اشتراك في القناه، وفضلا منكم ديروا لي جيم. نقول لكم هذه الطريقه هي بزاف سهله، هي عباره عن كفته. وشنو هذه المره ما جبناهاش على بالكم الكفته الاصليه تجيك شغل مقروطه، هذه المره جبناها لكم عباره عن كوريه دي بول مرمدين في اللوز الخشين، ذوقها ولا اروع، بديكور بزاف بسيط وخفيف. وكما نقول لكم دائما الديكور يبقى لكم نتوما، انا نعطيكم كما نقولوا انا نعطيكم كما نقولوا استيس ولا اون ايدي هكا، وانتوما دائما نقول لكم يرجع ليكم وبالشكل اللي تقدروا عليه نتوما. اما لا واش راح نديروا دوكا نقول لكم نبداو على بركه الله بطريقه تاع التحضير تاع هذه الكفته. كما راكم تشوفوا هنا البنات، عندي هنا رطل اللوز كنت رحيته رقيق، في رطل اللوز عندي باكي وربع تاع سكر كلاسي، عندي فاني، نخلطوا مليح سكر كلاس مع اللوز ولا فاني. دائما نقول لكم البنات اذا حبيتوا تستغناو على لافاني استغناو عليه، كاين بزاف الناس اللي يحبوا يخلوا يغارديو لو غو تاع اللوز ناتورال. دوك هنا كما نقولوا يرجع لكم هنا هذا هو الشربات ولا سيرو هذاك الخفيف اللي دائما نقول لكم عليه. نقول لكم في ريت لما ديروا فيه زوج مغارف برك سكر وخلوه يغلي وطفيوا له. هنا البنات دائما يعطوني دي كومونتير يقولوا لي بزاف تجي حلوه، نقول لكم لا شوفوا هذه هي العجينه تاعنا هنا بعد ما ليمناها، ليموها غير بالعقل بالك وغير تجرى لكم. نقول لكم هذاك السيرو بزاف خفيف معناتها ماش راح يجيكم حلو. نخليها تروبوزي. هنا عندي العقده كيما العاده لا جينواز، عندي لا كريم بوغ درتها بذوق الفراز. راح نخلطها مليح هذيك لا جينواز مع لا كريم بوغ. نعطيكم ملاحظه دائما لا جينواز تكون بارده باش لا كريم بوغ تاعكم ما تذوبش. راكم تشوفوا كيفاش راني ندير انا هنا، ما درتهاش ناشفه بزاف باش تبقى لي معسله لداخل. شوفوا كي نفتحها كيفاش دايره، تجيك شغل باتيسري او ميم طون تجي خفيفه بزاف. واش راح ندير انا هنا العجينه اللوز وزنتها 50 غرام، هذيك لابول الداخلانيه ولا الحشو الداخل وزنته 45 غرام. دوك كالعاده راح نحشي هذيك عجينه اللوز بالجينواز. كاين بزاف اللي يقولوا لي ديري لنا جينواز عفوا عقده تاع كفته. نقول لكم انا هذه تاع الجينواز هذه لابول جيب هذه العقده. من المره الجايه ان شاء الله راح ندير لكم حشوه جديده مع كفته جديده ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا نطلعوا هذيك لابول كيما راكم تشوفوا غير بيدينا. هنا واش عندي مزهر، عندي لوز خشين، هنا كطعام بعد ما رحيته في الرقيق صيرت خرجت منه هذايا الخشين، تكون حبه قد اختها. كيما راكم تشوفوا هنا عندي المزهر، راح نمسح كامل هذيك الحبه بالمزهر ولا بالسيرو كيما حبيتوا، انا درتو بالمزهر. وهنايا واش راح ندير، راح نرمد هذيك لابول بهذاك العجين عفوا بهذاك اللوز الخشين كيما راكم تشوفوا هكذا، ونحطها. راح نكمل انا كامل هذوك لي بول اللي عندي كيما راكم تشوفوا، نرمدهم ونخليهم ينشفوا لي ومن بعد نقوم بالتزيين تاعهم. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما رمدتهم وخليتهم نشفوا شويه درت لهم هذو لي فلوغ انا بعجينه السكر. عن قريب ان شاء الله راح ندير لكم حصص على هذو لي فلوغ. كيما نقولوا تزيين جد بسيط، وكي تنشفتوا لي بزاف شابه درت هذه الغوز ودرت في البلو فيغ. بعدها في صحن التقديم كيما راكم تشوفوا فيها بعد ما نشفت درتها في لي كيسات تاعها. ان شاء الله تنال اعجابكم، جات ما شاء الله والذوق روعه ولا اروع. نقول لكم ماذا بكم تسيوها في الاعراس تاعكم اللي راهم جايين. بزاف بريزونطابل، وديروا تغيير كما نقولوا جذري على الكفته. بزاف شابه ما شاء الله. نوعدكم البنات دائما نحط لكم الجديد،
وكما تشوفوا درت لها الناكري هذيك لا فلور، جات ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها. نقول لكم اللي عنده عرس في هذا الصيف ماشي واعره، معناتها تجيكم سهله على الكفته العاديه. نقول لكم التزيين يرجع لكم كما العاده، ونقول لكم مع السلامه البنات.